السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم رجعت لكم باش نشارك معاكم أول تجربة لي مع الطاحونة المنزلية. الطاحونة هذه جابتها لي بنتي هدية من فرنسا، حسب ما سألتها قالت لي خذيتها من موقع أمازون. توا نزيد نسألها ونحط لكم الثمن متاعها على الشاشة، وهيا خليكم معايا نكتشفوها مع بعض. هي جتني في الكردونة هذه، هاني باش نحلها ونكتشفوها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معها كتاب، معها الكتيب متاعها في طريقة التنظيف وطريقة الاستعمال، هاتوا نشوفوه مع بعض. ومعها السلك هذا الكهربائي، ومعها البنسو هذه للتنظيف، ومعها دي اكسسوار، الماكينة رزينة شوية، هاتوا نخرجها ونرجع لكم. هو شكل الطاحونة، وهذا الكتيب جيت نشوف فيه نلقاه مكتوب بالانجليزية، حاولت نترجمه بالعربية باش نفهمكم كيفية استعمال. هذه المينيتوري متاعها مرقمة هنا حتى ال5، معناها ما تنجميش تخدميها أكثر من 5 دقائق، وبعد كل 5 دقائق خلوها ترتاح 10 دقائق باش ما يتحركش الموتور متاعها. الأنبوبة هذه تشعل وقت نركبوا البريز في الكورون، وقتها تولي جاهزة للتشغيل. والحاجة اللي عجبتني فيها كما تشوفوا فيها تتحرك هكايا باش تعاونوها على تحريك الحبوب كي تبدا ترحي. وكان ما تحبوهاش تتحرك تبقى لكم فيكس، نجموا تكبسوها بالبولونة هذه. وحسب ما شفت في كتابها راهي تسخن شوية، عاملين فيها اليد هذه باش تشدوا منها. وهاني دورتها لكم من الجهة الأخرى باش نشوف مع بعضنا كيفاش تتحل. عندنا زوز يدين هذوما نطلعوهم الفوق ونشدوا من هنا وندوروا هيك على تتحل. هذا الطاق عاملين معاها غربال صغير، نجموا تستعملوا غربالكم انتم كي يجي الغرب صغير برشا. هذا وهذا الوسط نتاعها فيها 4 علامات، زوز كبار وزوز صغار. وكيف باش نسكروها؟ هاو الخطار نحطوه هكا ندوروه، وكيف نكبسوا بها الزوز يدين هذا ونسكر. وكما تشوفوا هذا اسم الماكينة، وهذه الماركة متاعها، وهذه مواصفات آمنة في الاستعمال، سهلة في التنظيف، فيها مينيتوري، وفيها خاصية أنها ترحي الحبوب رطب جدا. وخليكم معايا باش نجربوها مع بعضنا في رحيان القهوة. توا أنا جبت القهوة اللي باش نرحيها معاكم، ونسيت ما قلت لكم شري الماكينة هذه سعتها 800 غرام، وفما منها اللي يوصلوا حتى ل 3 كيلوغرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما انها هي تهز 800 غرام، انا باش نحط فيها كميه اقل باش ما تسخنش برشا وباش نحافظ عليها. عندي هنا كيلو قهوه، باش نحاول نحط شطر. بسم الله. وحسب ما شفت في كتابها القهوة تاخذ دقيقة في الرحي. وهاني باش نبدو مع بعضنا، نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
والحاجه اللي عجبتني فيها ان المينيتوري تسكت وحدها، والحاجه اللي ما عجبتنيش فيها صوتها عالي برشا، وحسب ما شفت في كتابها سخونة ما قلنا. وحسب ما شفت في كتابها انها تسخن والقهوه تطلع للغطاء. قبل ما نحلها يلزمني نضرب الغطاء باش كيف نحلها ما يتبزعش البرد. توا هاني باش نحلها ونفرخها. شوفوا الغطاء شويه فيه لاصق. بسم الله. بما ان غربالها صغير كما تشوفوا جبت من عندي غربال اكبر باش نغربل. وكما كل حاجة نغربلوها لابد يبقى فيها شوية أحرج. هذه الكمية هذه باش نعاود نرحيها مرة ثانية. وهاي كما تشوفوا القهوة رحيتها رطبة كما نحب أنا. الماكينة عجبتني علاش؟ لأنها ترحي كمية كبيرة في وقت قصير وترتحك من المشي للطاحون. اما حاجه واحده ترحي البقوليات الكل، ولكن ما تنجموش ترحوا فيها الحبوب اللي تخرج الزيت كما اللوز والفستق والبندق والجلجله. وبالنسبه لتنظيفها راهي ما تتغسلش بالماء باش ما يلكلهاش الموتور نتاعها، تتنظف بالشيته هذه وتتمسح بقطعه قماش مبلوله. لو كان عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتير، تو نخلي لكم الرابط نتاعها. وبالطبيعة ما زالت الأيامات إن شاء الله تنجربها معكم في حاجات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.